المجرم وسيم الأسد ابن عمه لبشار بقبضة العدالة بعملية أمنية محكمة نفذها جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع الفرق المختصة بوزارة الداخلية. تم استدراج المجرم وسيم الأسد وإلقاء القبض عليه. العملية نفذتها وحدة من فرق المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية. وسيم الأسد هو ابن عم لبشار وماهر. وسيم الأسد هو اللي ارتكب جرائم حرب بحق السوريين، قتل واعتقل ودمر وقصف وقتل كثير من السوريين وأخذ لهم حقوقهم وأملاكهم. وسيم الأسد هو المجرم اللي كان يعتمد بشكل أساسي على تجارة الكبتاغون، وكان صديق مقرب لنوح زعيتر المعروف تاجر المخدرات اللبناني المعروف، وإلهم صور بتجمعهم. وسيم الأسد المجرم الآن بقبضة العدالة. بدي أسأل ماهر الأسد تحديدا، بما أنه ظهر من كم يوم بموسكو وكان عم يتابع فيسبوك وأكيد ممكن يشوف هذا الفيديو، بدي أسألك شو شعورك وهلأ وأنت عم تشوف وسيم الأسد ابن عمك بقبضة العدالة؟ شو عم تحس؟ ما عم تحس في شيء عم يخنقك؟ ما عم تحس إنه العدالة قربت من رقبتك؟ بشار الأسد شو عم تحس؟ شو عم تحس وأنت عم تشوف عيلتك المجرمة عم توقع بقبضة العدالة واحد بعد الثاني؟ شو عم تحسوا؟ العدالة رح توصلكم واحد واحد. عدالة الشعب السوري رح توصلكم قريبا كلياتكم.